في 2017 لوجان بول عمل حاجة صدمت العالم كله وخلت حتى الفانز بتوعه بيكرهوه، ولكن دلوقتي لوجان بول من اكتر اليوتيوبرز المحبوبين على البلاتفورم، وحقيقي هو الهام لناس كتير قوي. السؤال هنا ازاي واحد يقدر يخلي كل الناس اللي بيكرهوه الفانز بتوعه؟ في سنة 2007 لوجان بول عمل اول قناة ليه على اليوتيوب، هو اخوه جيك بول. الناس كلها بتكرهه. المهم الحقيقه القناه ما جذبتش اتنشن كتير قوي من الناس، بس زي ما تقول هي اللي بدات الشراره اللي خلت لوجان بول يحب يكون صانع محتوى او بيعمل فيديوهات. وفي سنه 2013 لوجان بول عمل اول اكونت ليه على فاين، واللي ما يعرفش فاين مبدئيا فاتوا كتير قوي، وثانيا دي نبذه بسيطه عن فاين كان منصه للنوع القصير من الفيديوهات اللي كانت بتبقى مدتها 6 ثواني بس، والفيديو ده كان بيبقى شغال في لوب، يعني يخلص يتعاد تاني، يخلص يتعاد تاني، يخلص يتعاد تاني. والمنصه دي اسست في يونيو سنه 2012. ولو حابب نعمل فيديو منفصل عن فاين وازاي هو قفل وانهار اكتب لي في الكومنتات، ولو الفيديو ده نزل فعلا هسيبه لك في الاي اللي هنا واللي هنا. وخلينا نكمل. دخول لوجان بول لفاين يعتبر هو الشيء اللي اتبنى عليه شهره لوجان بول اصلا، وحرفيا الفيديوهات بتاعته كانت في كل حته في العالم، من سكتشات كوميدي لفيديوهات قصيره لافلام قصيره اساسا، وكان عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا ساعتها على فاين. وبعديها لوجان بول راح يدرس الهندسه في جامعه اوهايو، وساعتها برضه بدا القناه الاساسيه بتاعته على يوتيوب، وبدا ينقل كل المحتوى بتاعه من فاين على يوتيوب. وفي سنه 2014 ساب الجامعه عشان يقدر او زي ما تقول يخلي كل وقته لصناعه المحتوى الفيديوهات، وانه يركز في السوشيال ميديا بس. في 2016 بدا يدخل نفسه في كارير التمثيل، وبقى بيعمل ادوار صغيره كده في الافلام زي فيلم ذا سبيس بتوين اس، وير از ذا ماني، وفيلم باي واتش، ده اشهرهم كان. ودي نفس الفتره اللي خلاص فاين بقى بيشطب فيها، واللي قرر فيها لوجان بول انه يبدا سلسله الفلوجز بتاعته اللي حرفيا كان بيعمل فيها حاجات متخلفه ومجنونه، بس في نفس الوقت الناس كانت بتحبها. وحرفيا اللي اداله الهيت او الشهره بتاعته على اليوتيوب اغنيه هيلب مي هيلب يو، واللي نزلها على قناته الثانيه، وحاليا الاغنيه دي عليها 286 مليون فيو. وفي فتره 2017 لوجان بول الجماهير كانت منقسمه عليه بشكل غريب جدا، فئه بتكرهه جدا ومحدش فيهم طايقه، والفئه الثانيه بتموت فيه وبتعشقه. هو اي حد كده ليه ناس بتكرهه وناس بتحبه، بس لوجان بول الناس اللي كانت بتكرهه جدا حقيقي، يعني بسبب شخصيته النرجسيه، وانه دايما بيأكت ان هو فوق الجميع، وكمان الحاجات اللي بيعملها عشان يثير الجدل حواليه، وساعات بطريقه سخيفه جدا. بالاضافه الى ذلك اخوه فاللي ما كانش بيكره لوجان بول بسبب الحاجات اللي بيعملها كان بيكرهه بسبب اخوه. ومع ذلك لوجان بول كان مشهور جدا على اليوتيوب، وزي ما قلت لكم لوجان بول كان بيعمل فلوجز، ومن ضمن الفلوجز بتاعته انه بيسافر في دول مختلفه. وفي اخر 2017 لوجان بول قرر انه يعمل فلوج في اليابان، ومن خلال الفلوج بتاعه في اليابان الناس لاحظت قد ايه هو كان ديسريسبكتفول للحضاره بتاعتهم وللناس اللي هناك كلها، وحقيقي كان بيسخف عليهم جدا بطريقه يعني Wait, is that? I'm gonna catch you. I choose you. وفي 31 ديسمبر سنة 2017 لوجان بول نزل فلوج عن غابة في اليابان معروفة بانها السويسايد فورست او غابة الانتحار. وفي الفلوج بتاعه وهو في الغابة لقوا جثة واحد منتحر، وساعتها قعد برضه يهزر عن الموقف ويعمل اي نكت وخلاص. وهنا نقف شوية. بص، في خط في ايا كانت الحاجة اللي انت بتعملها، في خط لو انت تجاوزت الخط ده الناس هتعارضك ايا كان انت بتعمل ايه، صح او غلط من نظرك او من نظر اي حد. فمش مطلوب من اي حد ان هو يتقبل اللي انت بتعمله ايا كان ايه هو. فساعتها حرفيا الناس كلها قلبت عليه، وخصوصا في اليابان، ويوتيوبرز كتير قوي انتقدوه، وحتى على تويتر والسوشيال ميديا كلها اساسا قلبت عليه، وعن قد ايه اساسا افعاله كانت مهينه، مش بس يعني لليابانيين حتى، لا يعني انسانيا مهينه، وللشخص اللي انتحر ده اساسا. يوتيوب ساعتها اداله كوبي رايت سترايك على الفيديو ده وشالوا الفيديو بعدين. لو حابب تعرف اكتر عن اليوتيوب نفسه في فيديو كامل عملته على اليوتيوب اسيبه لك في الاي اللي هنا. كارير لوجان بول اللي فضل يبني فيه سنين حرفيا كسروا في فيديو واحد بس بطريقه ما قدر برضه يعكس كل ده ويتحسن ويكون افضل، ونزل فيديو بيعتذر فيه لكل الناس والفانز بتوعه على اللي عمله في الفيديو الاخير، وانه ما طلبش ان اي حد يعني يدافع عنه، بس اللي هو عمله غلط وهو اعترف بالغلط بتاعه، وان هو يعني he's ashamed of himself على اللي هو عمله. وبعدين ينقطع شهر كامل عن اليوتيوب ويرجع في يوم 8 فبراير 2018 ينزل اول فيديو ليه، بس ساعتها يوتيوب كانت منعت كل الارباح، ان هو ما يقدرش ياخد اي ارباح من الفيديوهات بتاعته بسبب عدم احترامه الدائم في الفيديوهات وسخافته المستمره، وانه بيستهزأ بكل شيء، وحقيقي الموضوع ما كانش يقدر يبقى اسوأ من كده. بعدين حوالي بسنه، وتحديدا يوم 29 ديسمبر سنه 2018 لوجان بول نزل فيديو زي ما تقول ريكاب او ملخص للسنه بتاعته. كان ساعتها عن بداياته والغرور والطمع بتاعه وعدم احترامه للقواعد، والتخريب الذاتي كان بيزيد مع الوقت، بس انه يتغير من نفسه بجد كشخص دي كانت اول خطوه ليه انه فعلا يكبر. بس عارف ايه اللي اصعب فعلا من انك تبني الكارير بتاعك وسمعتك في ايا كان المجال اللي انت حابه او شغال فيه؟ انك تعيد بناء الكارير ده تاني بعد ما انهار. لوجان بول بدا يشتغل
بيشتغل على نفسه ويحاول يغير نظرة الناس ليه بانه بيطلع في بودكاستات وفيديوهات مع ناس تانية ويحاول يبين فعلا انه اتغير من جواه. بس الفكرة ان الموضوع ده كان بيبعد الناس عنه اكتر، لان ازاي كشخص تقدر تتغير فعلا في اقل من 6 شهور. اول فيديو بعد الاعتذار اللي نزله لوجان بول، نزل فيديو او دوكيومنتري عن توعية للانتحار، او حد عنده مثلا ميول انتحارية ازاي تقدر تساعده، او لو حد في موقف زي ده انت ازاي تقدر تتصرف. وكان مع ناس متخصصة، ودي حاجة شدت ناس ليه وبدأت تخليهم يقتنعوا ان هو فعلا اتغير. بس الرحلة كانت طويلة وان هو يقدر يخلي الناس تصدقه ويرجع ثقتهم فيه تاني. وفي الفترة دي وبالاخص في 2018 في حاجات ساعدته، او زي ما تقول سرعت منه يقدر يسترجع سمعته تاني. حاجة مثلا زي البودكاست بتاع امبولسيف اللي حرفيا بيستضيف فيه اشهر ناس في العالم زي مارك بلاير، رومان رينز، جيفري ستار، مايك تايسون، KSI، جوردن بيلفورد، واللي بالمناسبة هنعمل عنه فيديو قريب، فاعمل لايك سبسكرايب بديهيا يعني ان انت تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجديدة. اوكي keep going. وكمان واللي يعتبر سبب اساسي الفايت بتاعه مع KSI. ما تعرفوش انتوا KSI صح؟ ولا لا؟ بص ممكن نعمل عنه فيديو في المستقبل، فيا ريت تعمل سبسكرايب، ولو الفيديو نزل هسيبه لك في الاي اللي هنا او اللي هنا، خش اتفرج عليه طبعا بعد ما نخلص الفيديو ده. المهم موضوع الفايت بتاع KSI جه ازاي مع لوجان بول. في اخر الفايت بتاع KSI وجو ويلر بتقدر انت ككسبان تكول someone او تتشالنج someone اثباتا ان انت كسبت الماتش ده، فانا يعني مش شايف اي حد. فساعتها KSI كلم ان هو عايز يفايت لوجان بول، جيك بول، اي حد من البولز. Jake Paul, Logan Paul, any of the Pauls, I don't care. Bring it. وساعتها كطبيعة يعني لوجان بول ان هو قاعد يسخف على الموضوع برضه، يعني خد برضه ان هو في هايب شوية على الحاجة دي، فهنعمل عليها بس بعديها فعلا قلب الموضوع جد وخد الفايت. Yes. It looks like I am fighting KSI. والفكرة ان الفايت ده بدأ يقسم الناس نصين، نص اللي عايز يشوف لوجان بول بيتضرب او بمعنى صح بياخد اللي هو يستحقه، بالاخص ان اليوتيوبرز كلهم كانوا مقطعين فيه، كل الناس حرفيا كان اي حاجة يعملها فك لوجان بول. Because Logan Paul, right? والجزء الثاني من الناس اللي بدأ يرجع يساند لوجان بول تاني اوتوماتيك عشان الفايت بتاعه. ومن الناحية الثانية في البودكاست بتاعه الناس فعلا بدأت تشوف شخصية لوجان بول، كان بيعمل حاجة فعلا ليها فايدة ليها لازمة. كان بيجيب دكاترة متخصصين، ناس متخصصة او خبيرة في ان انت ازاي مثلا تقدر تبني بيزنس ناجح، ازاي تقدر تعمل قناة يوتيوب ناجحة، ايا كان الميثود اللي انت عايز تمشي عليها. يعني زي ما تقول ان عقله كبر فبيتارجت ناس او جمهور سنه اكبر من اللي كان بيواجهه قبل كده. وحاجة من الحاجات الفشيخة اللي عملها ساعتها، تفتكروا من كام سنة كده لما كان طلع في هوجة او ترند على موضوع الفلات ايرثر، اللي هو في مجموعة من الناس كانت عايزة تثبت ان الارض مسطحة مش دائرية. فساعتها لوجان بول عمل دوكيومنتري او فيلم وثائقي طبعا بشكل كوميدي، بس الاعلام ساعتها ما كانش يعرف الموضوع ان هو كوميدي وكده، فاتسربت الاخبار ان هو كان بيروح المؤتمرات بتاعتهم بيساندهم وهكذا. الموضوع طبعا كله سكريبتد، كله مكتوب وان هم يعملوا ايه ويقولوا ايه كذا. طلع ساعتها على الستيج مع الناس فعلا اللي كانوا بيدعوا ان هم مؤمنين ان الارض مسطحه، وطلع وقال ان هو مؤمن برضه ان الارض مسطحه. My name is Logan Paul and I think I'm coming out of the flat earth closet. وطبعا الاخبار اتسربت، وهو كمان راح قعد في الفندق اللي عاملين فيه المؤتمرات، والناس كلها يعتبر كل الفلات ايرثرز اتجمعوا هناك وكلهم كانوا بيعملوا المؤتمرات في نفس الفندق. طبعا الناس كلها هاجت عليه وقال لك ده لوجان بول كذا وعايز يركب اي ترند عشان يرجع الكارير بتاعه تاني، عشان يقدر يرجع سمعته والناس تحبه ويثير الجدل زي ما بيعمل عادة يعني. في الاخر لوجان بول نزل الدوكيومنتري بتاعه، وحرفيا يعتبر ضحك على الانترنت كله، الناس كلها كانت مقتنعة ساعتها، فشافوا اللي قدامهم قال لك بس هو كذا، وقعدوا مسكوه وقطعوا فيه يمين وشمال كل اليوتيوبرز حرفيا. وفي الاخر طلع هو اللي ضحك على الناس كلها. وهو حرفيا الدوكيومنتري ده كان من اكتر الحاجات اللي ضحكتني. وبعديها نزل فيديو تاني اللي زي ما تقول الكومنتري بتاعه هو ومايك، كانوا بيقولوا بقى ايه ورا الكواليس، ازاي كانوا بيعملوا سكريبت وازاي قدروا يدخلوا في وسطيهم ويصوروا الفيلم ده مفيش اي حد يشك فيهم، وعملوا كل المسخره دي. وحقيقي الحاجات دي من امتع الفيديوهات اللي اتفرجت عليها، لو عايزهم ممكن تروح تتفرج عليهم، حقيقي مش هتندم يعني. واللي ساعده ساعتها اكتر ان في فتره الحجر بتاعت كورونا غير ساعتها نوعيه الفلوجز بتاعته خالص، وكانت بيواجه بيها جمهور
سنه اكبر من الجمهور اللي كان بيواجهه قبل كده، بدل ما هو يسخف وكده كان فعلا بيعمل حاجات كوميديه جدا وكانت لذيذه، فاهم اللي هو فاميلي فريندلي من الاخر يعني، ما كانش بيبقى سخيف زي الاول. وساعتها حاجه الصحي الناس كانت فعلا بتستنى الفيديوهات بتاعته اكتر من الاول، لان كله كان قاعد في البيت ما كانش فيه اي حاجه تقدر تعملها، والناس كانت بتستنى الفيديوهات بتاعته، ودي كانت التسليه الوحيده بتاعته. واللي كمان دخل قريب في مجال البوكيمون، واللي ما يعرفش مجال البوكيمون ده من اكبر المجالات في العالم، مع انها كروت بوكيمون عادي، بس حرفيا الكروت دي بتتباع مبالغ رهيبه. هو حاليا معاه اغلى كارت بوكيمون في العالم اللي هو البي اس اي 10 بيكاتشو الستريتور، واللي بقى بيلبسها في ماتشات الدبليو دبليو اي بتاعته. ايوه هو دخل مجال المصارعه مؤخرا ونتكلم عليه بعدين. وبكارت البيكاتشو ده دخل بيها موسوعه جينيس بانها اكبر صفقه اتعملت في تاريخ مجال البوكيمون اساسا، اللي بتقدر ب 5,275,000 دولار. واو. The most expensive Pokemon trading card sold at a private sale is a PSA Grade 10 Pikachu illustrated card, $5,275,000 on July 22nd, 2021. You are officially amazing. واللي عمل برضو عنها فيديو كامل بالتفصيل. نرجع الموضوع عن اول بوكسنج ماتش اتعمل ما بين لوجان بول وكي اس اي في 25 اغسطس 2018، واللي اتعادلوا فيه الطرفين. واتعمل الريماتش في 9 نوفمبر 2019، واللي كسب فيه كي اس اي. وعشان لوجان بول يختم اللعبه ومش بس يرجع ثقه الناس فيه ويرجع سمعته، يعني علّى على كل الناس وراح اتحدى فلويد مايويذر. واللي ما يعرفش فلويد مايويذر هو يعتبر ذا بيست اوف اول تايم في البوكسنج، مع احترامي طبعا لمحمد علي واسماء تانية كبيره، بس حرفيا فلويد مايويذر عمل حاجات ما اتعملتش قبل كده في البوكسنج. وحاليا هو سن كبير بس هيز فاكين ماشين. وخلص الماتش ده بالتعادل، وساعتها لوجان بول كسب احترام فلويد مايويذر والجماهير كلها. وفي يناير 2022 لوجان بول وكي اس اي يعلنوا في لايف على انستجرام عن التعاون ما بينهم في شركه برايم للانرجي درينك. We have created our own drink company. Yes. يعني بعد ما تشملوا بعض مرتين بقوا بيزنس بارتنرز كده. ازاي؟ بص، الفكره ان الناس دي دايما بتحاول تيفولف وتتجدد، وبعد الفايتين الاثنين كسبوا احترام بعض وخلاص قالوا خلاص على كده، مع ان البيف ما بينهم كان حقيقي. وكي اس اي جاب لوجان بول في تحدي من التحديات التيم بتاعه اللي هو السايدمان، ولوجان بول جاب كي اس اي مرتين في البودكاست بتاعه. After the podcast with JJ, content was so rich, we realized that we fuck with each other. Like, I like the kid a lot in a positive way, you know, not beating the shit out of each other, which we've done twice now on 2 separate occasions. But this time, we're gonna come together. فالاثنين لما اتعاملوا كتير حسوا ان هم شبه بعض، وقال لك ايه خلاص سيب الخلفات دي على جنب واحنا ايه. وبرايم حاليا مكسره السوق وحطت على جيتريد اللي هو يعتبر المنافس الوحيد بتاعها، واللي بقاله سنين في المجال، موجود من 1965. السبب الاساسي في نجاح برايم هو الماركتنج. الفكره ان 2 من اكبر صناع المحتوى في العالم، يعني اكبر واحد في امريكا واكبر واحد في انجلترا، الاثنين اتحدوا. ساوندز لايك ماني. وحاليا برايم هو 6 اشهر مشروب طاقه في امريكا، والسوق بتاعه دلوقتي يقدر ب 46 مليون دولار، وباعه لغايه دلوقتي وهو ما كملوش السنه ب 200 مليون دولار. والفكره ان لوجان بول على طول شغال ما بيهمتش، اللي هو كل مره بيحاول يعمل حاجه اجمد من اللي قبليه. واخر حاجه عملها كانت ال 99 اوريجينال، وهي عارفين البلوراي كاميرا اللي هي اول ما تلقط الصوره تروح مطلع لك الصوره على طول. المهم الكاميرا دي كان بيصور بيها وبيعمل بيها حاجات ارتستيك جدا، وكان بيسجل الصور دي وبيبيعها كان NFT. لو حد اشتراها كان بيديله الفيزيكال ايتم اللي هي الصوره نفسها. وعمل عنها برضو عن رحله ان هو بيلقط ال 99 صوره دول اللي هو الاوريجينالز بتوعه، فيديو كامل كان 45 دقيقه بس، كان فشيخ يعني. واخيرا اعزائي المشاهدين، انا ذكرت لكم في الفيديو ان هو دخل WWE، واول ماتش ليه كان يعتبر 22 فبراير من السنه دي، كان لوجان بول وميز قدام راي ودومينيك ميستيريو، وكسب الماتش ده. ولكن بعد الماتش ما خلص ميز غدر بلوجان وضربه. واي. وفي شهر 7 اللي فات لوجان بول مضى عقد مع ال WWE، وفي نوفمبر اللي فات لعب ماتش مع رومان رينز بعد ما كان عنده في البودكاست. هو خسر الماتش ده، بس الحقيقه كان عامل ماتش عظيم. What the hell are we winning?
missing Michael. Logan Paul's going up to the top rope. You're going viral. ونفهم من الموضوع ده كله والرساله المستخلصه من الفيديو، الفكره ان انت تقدر تحسن نظره الناس ليك ايا كان اللي انت عملته، ايا كان انت ازاي اساسا تقدر تتحسن وتكون افضل. الدليل على ده الكومنتات عند لوجان بول، لما الناس كانت بتكرهه جدا بقت بتقول ان انا بدات احب لوجان بول وانا حاسس ان الاحساس ده غريب عليا. فايا كان اللي انت عملته تقدر تحسنه وتقدر تغير نظره الناس ليك، بس المشوار طويل. مع بدايه 2023 وانا لسه بمنتج الفيديو ده، لوجان بول وكي اس اي اعلنوا على الانرجي درينك من برايم. يعني دلوقتي بقى في هايدريشن درينك وانرجي درينك، وده ان دل يدل على ان المشروع ككل ناجح والناس دايما متحمسه لايه الجديد اللي بينزل منهم، ومن ضمنها الفليفرز الجديده اللي كل شويه بتنزل. وبس اعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجه عن الفيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم نهايه الفيديو. اتاكد ان انت تكون عامل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتاكد برضو ان انت تكون عامل لي فولو على انستجرام عشان لو عايز تشوف كواليس الفيديوهات دي، ولف لفه في القناه لو حابب، واشوفكم في فيديوهات تانيه. سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.